سمعنا عن تعرض المتحف البريطاني لعملية سرقة كبيرة، سرقة مئات القطع الأثرية النادرة يعود تاريخها للقرن الخامس عشر قبل الميلاد لعدد من الحضارات القديمة. السؤال الآن الذي يطرح نفسه: هل هذه الحادثة تفتح ملف استرجاع كثير من أثرنا التي خرجت من المنطقة العربية تحديدا بطرق غير مشروعة إلى الخارج؟ يعني للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا ضيفا على موجات صوت العرب الأستاذ بسام الشماع، الباحث في علم المصريات. صباح الخير يا أستاذ بسام. صباح النور عليكم. يعني كانوا بياخدوا الآثار ويقولوا لمن يحافظ عليها، طب الآن لم يتم المحافظة عليها، يعني هل الوضع سيعود إلى من يمتلكها ولا سنظل على هذا الحال كثيرا؟ هذه طبعا عبارة كاذبة بيستخدمها أغلب المتاحف الأجنبية زي المتحف البريطاني وبرلين وزي متحف اللوفر والمتروبوليتان وبروكلين وكل هذه المتاحف اللي تملي بياخدوا عذر فكرة الآثار ديت عندنا أأمن، الآثار ديت احنا بنعرضها بشكل كويس. المتحف البريطاني بالذات بعد هذه الفضيحة الضخمة وهذا الحدث الجلل اللي هو فقدان وسرقة وتلف، أنا عايز أحط تلف كمان برضه وتلف كمان، ثم بيع بعضها على مواقع مشهورة جدا. يعني هنا بقى دي المسخرة، هنا ان بتتباع كمان الحاجات على المواقع، مش بس المزادات، دي بتتباع كمان على موقع شهير جدا بيتباع فيه الحاجات رخيصة جدا وكده بدون ذكر اسمه يعني. حاجات رخيصة جدا ما تجيش ثمن بدلة مثلا ولا حاجة. بالظبط. لا ده انا رصدت تمثال مصري ب$2. يا نهار ابيض، ده ما يجيش ثمن شيله من هنا. بالظبط. فيعني الكلمة دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اخيرا العالم سوف يستمع الينا احنا بقى في الدولة العربية، لان احنا اكتر ناس منظورين العراق وسوريا والهند، يعني مع حضارات زي الصين والهند وامريكا اللاتينية وكده. احنا مسؤولين جامد جدا في الدولة العربية، وخصوصا في فترات الحروب والحاجات. فاذا نمرة واحد، اقالة او استقالة مدير المتحف البريطاني. ده حدث جلل يا جماعة، الناس دي ما بتستقلش الا لما بيبقى فيه كارثة ومصيبة. طب هو استقال ليه؟ هو استقال لان تم اخباره منذ مدة بان هناك سرقة في المتحف البريطاني، وهو لم يستجب للدكتور اللي قال له احذر في سرقات عندك في المتحف، وهو اعترف بده في بيانه الرسمي في الاستقالة. اذا هذه اقالة وليست استقالة، وبالتالي نحن في انتظار ايه بقى؟ نحن في انتظار الراجل ده هيتحاكم ولا لا، هو والمافيا اللي جوه. اذا اقول وعلى مسؤوليتي ان هناك مافيا داخل المتحف البريطاني، لان السرقه دي 2000 قطعه، ما فيش حد اخذ 2000 قطعه في شوال وطلع منهم مره واحده يعني. وهناك مفروض ان التامين عالي كما يعني بيقولوا لنا يعني. ما ده بالظبط يعني كما يعني ايه اشربوا واكلوا الناس في العالم ان احنا. وبعدين المتحف البريطاني بقى عنده رد عجيب جدا تاني غريب جدا من المسؤولين انا شفته، ان احنا عاملين المتحف مجانا، وبالتالي احنا السنتر بتاع العالم، احنا المركز بتاع العالم، الناس رايحه جايه علينا، وبالتالي هذه الاثار احنا بنعرضها للعالم كله مجانا. وفعلا انا دخلت المتحف البريطاني كذا مره ولي تجربه، وانا اقف امام لوحه رشيد الحجريه وبدات اشرح اللوحه للانجليز، وما بداتش اول جمله الا وحارس الامن جاء وقف ورا، لم يتكلم معي ولم يوقفني، ولكن وقف خلفي مباشره وقفه رجل الامن المتاهب لشيء يعني. المتاهب بالظبط. عارفه بعد جراح بريطاني اسمها الاغنيه بتاعت سعاد حق كده يعني، وقف كده حط ايديه كده مربعها كده بصدره ووقف مستنيني لغايه لما اخلص الشرح كله عشان يشوف انا بقول ايه. دي اثاري انا يا استاذ، وانت مش شايف شغلك كويس وانت اتسرقت. يبقى نمره اثنين. نمره ثلاثه، لم يتم الابلاغ عن اي تفجير، اي استخدام لآلات ليزر، لم يتم الابلاغ عن صهر او تسييح لاي معادن مستخدمه في غلق البيبان. اذا هي عمليه واضحه سرقه من الداخل كمان، من الداخل. من الداخل. نمره واحد. طيب ومتحف برلين
لو ملاحظين من كام سنه متحف برلين دخلت مجموعه من الغوغاء واهانت تمثال واهانت الاثار، برافو عليكي، ونصروا زيت ملون على الاثار المصريه. احنا فين هنا يا جماعه؟ احنا هنا في متحف برلين. متحف برلين ده اللي هو فيه في اكبر مجموعه لتل العمارنه لاثار اخناتون ونفرت ايتي وراس نفرت ايتي الشهيره اللي احنا بقالنا سنين بنطالب بعودتها. الباب اتفتح ازاي؟ البلكونات والشبابيك اتفتحت ازاي؟ طب ايه الخطوات بقى يا دكتور بسام، يعني كيفيه استغلال هذا الموقف لصالح الشعوب التي نهبت اثرها سواء في مصر او في الصين او تمام. 4 فاكسات سريعه، 4 فاكسات سريعه كده الى كل الدول العربيه ومسؤولي الاثار فيها. ناخدوا هذه الفرصه الكبيره، لان هي دي مع متحف اللوفر السنه اللي فاتت، مع الراجل اللي اتقبض عليه في متحف اللوفر برضه الرئيس بتاعهم اللي باع بقى الاثار ذات نفسه هو. احنا عندنا الحادثتين دول جمال جدا ومسمعين في الدنيا كلها لغايه دلوقتي. فنعمل ال4 فاكسات دول لو تسمحوا. 1، تسليم هذه المتاحف رسميا طلبات بعودة اثارنا مختومه وممهوره بختم وزاره الاثار في المدينه او في الدوله اللي هتبعت الورقه دي. يعني مثلا على العراق، سوريا، فلسطين، مصر، السودان، اليمن، كل البلاد، ليبيا، كل البلاد، الشام، كل البلاد المسروقه حضاريا يتم تسليم اداره المتحف البريطاني. ليه؟ لان ده هيبقى تسليم رسمي ممهور بختم الدوله، فده مهم جدا. طيب ايه اشمعنى ده؟ هو احنا ما عملناش ده قبل كده كدول عربيه. المتحف البريطاني تملي بيرد لما بتيجي نعمل، لما انا جيت عملت الحمله السنه دي بتاعت استعاده لوحه رشيد الحجريه، بردود المتحف البريطاني تملي ان ما فيش ورقه رسميه من الدول ديت مثلا او من المسؤولين او كده بان انتوا تطلبوا عوده اثار. فنمره 1 نستغل هذا ونسلم المتحف البريطاني، وهذا التسليم يكون مذاع على كل التلفزيونات العالميه. احنا سلمناكم طلب رسمي اهو بعوده لوحه رشيد الحجريه وبالتالي الاثار المصريه. نمره 1. نمره 2 انتم مكان غير امن، انتم مكان منكم فاشل. نمره 3 وبالتالي من حقي ان انا اخد الحاجه بتاعتي لان انا خايف عليها. واخيرا نمره 3 ان احنا نوقف التنقيب بتاع الانجليز شويه في مصر للفرق التنقيبيه. احنا عندنا اكثر من 20 فرقه تنقيبيه في مصر انجليزي بريطاني، فنوقفها شويه بس لغايه لما المتحف البريطاني يستجيب للدعوه. هو لازم يكون في ورقه ضغط زي كده فعلا. بالظبط. عموما نتمنى على فكره على هذه الورقه تكون ورقه رسميه وشعبيه، يعني احنا شعبيه، احنا عاملين حملاتنا كشعب وورقه من وزاره الاثار. ووزاره الخارجيه بتقوم بدور كبير ايضا في هذا الموضوع. صحيح. ده هو ده في كثير جدا من الحاجات. حضرتك احنا استعدنا سريعا كده 30 ثانيه. انا من اداره الاثار المسترده بوزاره الاثار التي تنشط نشاط يعني كبير جدا في خلال السنين اللي فاتوا. قالوا لي ان في السنين القليله اللي فاتوا رئيسها يعني الرجل النشيط المصري الجميل ده قال لي ان هو استرد حوالي 29,000 قطعه في سنوات قليله جدا، وده عدد رهيب جدا. اي نعم كتير كتيله، لكن بس كان استردادها بالطرق الدبلوماسيه استاذ بسام. لكن طبعا بقى لوزاره الداخليه. لكن هل استردادها كان بعد حوادث سرقه اثار او يعني حوادث مشابهه زي لا ده هم شغالين سواء كان في حوادث سرقه اثار او لا. يعني ما لهمش دعوه ما لهمش دعوه، هم شغالين ما لهمش دعوه. بس هم ممكن ياخدوا حادثه زي كده مثلا دي حتى نستغلها ونسرع في الموضوع. سؤال اخير واجابه سريعه، كم قطعه اثار مصريه موجوده في المتاحف الخارجيه، في المتاحف وليست في البيوت؟ عمرهم ما هيدوا لك الرقم ده. انا سمعت ان هو 1,000,000 قطعه اثريه. لا يا فندم الكلام ده خاطئ اللي على النت ده. لا ممكن يكون اكتر يعني. يا فندم متحف، هقول لك حاجه واحده وننهي بيها. متحف ريو دي جانيرو اكبر متحف في امريكا اللاتينيه يحتوي على 20، بصوا الرقم اللي جاي ده، 20 مليون قطعه معروضه في المتحف وفي المخازن، ومتحف وقطع اثريه وقطع نيات وقطع براكين وكل حاجه تم حرقه منذ سنوات. أيوة صح. أبيه كله متضمنا 700 قطعة ومومياء مصرية. ده في ريو دي جانيرو في آخر الدنيا بقى، ما بالك بقى. أنا مطالب المتحف البريطاني بال2000 قطعة اللي اتسرقوا واتلفوا واتباعوا دول
انا عايز القائمه بتاعتهم، لان انا عايز اعرف كان فيهم اثار مصريه ولا لا. دي من ضمن الطلبات اللي لازم نطلبها. ان شاء الله نتمنى ان يكون هناك كثير من الحملات الدبلوماسيه والشعبيه لاستعاده اثارنا المنهوبه. بشكرك كثيرا ضيفنا العزيز الاستاذ بسام الشماع الباحث في علم المصريات. شكرا.